بعدنا عم نطلع الدرج. اطلع بايتا دوابة. صرنا الطابق العاشر. مرحبا، كيفكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. طبعا فيديو اليوم فينا نعتبره فلوج لانه عملت شي مختلف بالقناة. القصة وما فيها انه انا كنت مع رفيقي برا البيت، كنت بمدينة ميونخ بألمانيا، فطلعت لفوق لقيت كنيسة كبيرة، كنيسة كانت كبيرة، وشفت عالم من فوق، يعني كان منظر خيالي مبين. فقلت لرفيقي انه كيف بدي اطلع لفوق، انا حابب اطلع لفوق، انا شاب بحب اجرب المغامرات، بحب اجرب قصص بحياتي. وانا كمان كنت حابب اشوف ميونخ من فوق، كيف العالم بيشوفوه وكيف انه بنشاف من فوق، لانه بحياتي ماني شايف هذا الشيء، انه ميونخ من فوق. فانا قلت لرفيقي بدنا نطلع لفوق باي طريقة. ففتنا على الكنيسة، بلشنا نسأل، كان طريقة صعبة لتطلع لفوق. فآخر شي وصلنا لمطرح لازم تدفع مصاري لتقدر تطلع لفوق. فبلشنا الفلوج بوقتها. مرحبا، كيفكم اخوات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا تشوفوا فلوج اليوم. طبعا فلوج اليوم والله ميشن حلو. هون بدنا نطلع لفوق، بدنا ندفع طبعا مصاري. ما بعرف اذا بين معكم ولا لا، بس انا لازم بدي اطلع لفوق، بدي اشوف ميشن من فوق. كان في كتير عالم بالصف، كتير بدهم يطلعوا، فانا لازم نترك كل الاشخاص لبين ما نوصل على البوابه، ندفع مصاري وبعدين نطلع لفوق. ما بعرف اذا بدها تطول الوقت، ما بعرف اذا بدها تطول، بس متحمسين. كملوا. كان في هدف واحد براسي، اوصل لفوق. بعد انا توقعت انه انا طالع لفوق يمكن في اسانسور او يعني هذا المصعد، او انه شيء انه اقدر اطلع لفوق بسهولة، ولكن المفاجأة ما كانت هون. المفاجأة كانت كثير ضيق، كثير يا محمد، حس حالي عم بعمل شي فيلم. انه المطرح كثير كان ضيق لتقدر تطلع لفوق، كثير ضيق. اوكي 350 Stunden. كان في كثير عالم عم تطلع وتنزل ويا دوب عم بيقدروا يمرقوا من جنب بعض. فنحن بلشنا نطلع الدرج، وبلشت انا كل شوي وقف من التعب. الله شوف شو في اكثر من 20 طابق طلعنا. والقصة الحلوة كانت انه بعد كل طابق عم بتحمس اكثر لاوصل على الطابق اللي بعده. دورني لا نجمع الفيلم. وصلت لمطرح، تعبت، واخر شي قلت لرفيقي انه خلص شو رايك نرتاح. ارتحنا شوي وقعدنا شوي، ولكن بعد شوي اكيد كملنا طريقنا. بدنا نطلع فوق. تخيل هلا يصير في هزة ارضية بالقصة. حلو الانسان يعمل مغامرات، حلو والله. بس بدي اشوف فوق كيف رح يكون المنظر. بعدنا عم نطلع الدرج. اطلع بايتا دوابة. صرنا الطابق العاشر. كتير صعب، كتير لدرجة ما تتخيلوه. Kemal, was sagst du dazu? Digga, das ist für dich schlecht, ich habe nur nichts. Wirklich. So, halt. Noch ein bisschen, dann sind wir da. هذا بدنا نوصل له، لازم نوصل له. هلا نسأل عالم، يلا كمل. يا محمد عالم. واخيرا كان وصلنا. تصلي لا لبين ما وصلت لفوق. وصلنا واخيرا وصلنا.
الله بدي اطلع لبرا نشوف ميشن كله. ميشن بيعرفنا نشوفه من برا ولا بنشوفه؟ والله بنشوف ميشن. ومن فوق كان المنظر هيك بجنن. درجة ما تخيلت انه ميونخ تكون حلوة لهالدرجة من فوق. كلها بيوت لون على نفس الطاقم. كتير قصص حلوة كانت من فوق بينت علي. كل شوي بجرب شي حلو بحياتي. حسيت بشعور كتير حلو وقت ما وصلت لفوق، انه الانسان بس ليوصل لمطرح كان حاطه براسه بينبسط كتير. انا وقت انبسطت عن جد، يمكن هذا موشي ولكن عن جد انبسطت انه وصلت الحمد لله. وبتمنى من كل شخص يوصل على الشي اللي بحبه، حتى لو كانت توفة صغيرة بس بينبسط بالشي اللي حققه. معنا بطولة الحديث كتير انبسطت طلعت لفوق. عالي كتير 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 لدرجة ما بتتخيلوها. جماعة الخير، نحن على علو 100 متر فوق. شوفوا قديش عالي. ما إذا عم تشوفوني بس شوفوا قديش عالي. هلا راح فرجيكم شغلة كتير حلوة. مثل ما شايفين هالمقاطع الحلوة كتير كانت حلوة بالنسبة لي، كان شعور بجنن. هلا نحن رح ننزل، كان جو كتير بارد فوق وجو كتير حلو، بس المشكلة الصغيرة انه كان في كتير عجقة. يا ريت لو ما كان في حدا، يا ريت لو ما كان في عجقة. والله رح ننزل بنزول بخيراتكم. ما بعرف اذا كان فلوق صغير كتير 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 وشو الحال. بخيراتكم ان شاء الله يكون عجبكم. طبعا انا بدي انزل جربت شغلة انه طلعنا ب5 دقايق، من 5 دقايق ل 15 دقيقة طولنا لبين ما طلعنا. قد ايه بدنا نطول لننزل؟ أولا نكون بأقل وقت تحت. 1 2 كم بسرعة بسرعة. Zeig mal Timer. 2 Minuten 8. وصلنا بدقيقتين وشوي. دقيقتين كلنا تحت. المهم ما بعرف قد ايه طلعنا، بس دقيقتين كلنا تحت هيك الحال. تمام. شكرا كثير على الفلوق، كان قصير كثير، كان بدي افرجيكم طلعت لفوق وكيف ميشن هيك حلوة من فوق. بخير بكم كلياتكم. تشاو. وهيك بيكون خلص الفلوق تبعنا، بيكون وصلنا لنهاية الفلوق. كثير عالم بدهم يقولوا فلوق كثير قصير، وفلوج قصير بس حبيت فرجيكم شغله. ودخيل ربكم انتظروا الحلقات الجديدة، وراح يصير في نظام كتير قوي على القناة. راح يصير في كل أحد وأربعاء فيديو على اليوتيوب ووقت محدد كرمال الإشعارات تبع اليوتيوب. بتمنى من الكل يشترك بقناة الثانية تبع أختي لنوصلها ب1000 مشترك بأسرع وقت. ولا تنسوا الفلوج يوم الثلاثاء عندها على القناة إن شاء الله. بحبكم كتير، كان معكم ماهر تي اكس. السلام عليكم. البداية كانت صعبة كتير، بس طريق 1000 ميل ببلش بميل. كمل لتياس خليكم واصل باليوم راح توصل عرقم كبير. ما حدا بلش كان عنده ملايين، تعبوا وسهروا ما شافوا حنين. مواصل بطريقي راح ضل مكفي دعمي النار. جمهور الصوت بصف انتو صرتوا كل شي بحياتي، مو جمهوري انتو اخوات. بفتخر بحالي وحالي فيكن شايف، انتو معي بالقمة حاسس حالي واقف. خوا عم نوصل خوا من مثل جمهوري كرمالي سوا. هني بيشوفوا حالهم بمصريون، جمهوري وراي بشوف حالي فيهم. حقق حلمي حقق